هل جربت قبل كده تبعد خطوة صغيرة عن الشخص ده وتشوف شعورك؟ ممكن تكتشف إنك حاسس بحرية أكتر مما كنت متخيل. الشفاء مش إنك تنسى، الشفاء إنك تتذكر بدون ما قلبك يتألم كل مرة. اللي بيحبك بجد مش هيخليك تختار بين كرامتك ووجوده. اللي مناسب ليك مش هيخليك دايما قلقان. الحب الصحي بيطمن مش بيستنزف. في دراسة عن علاقات انتهت بطريقة مؤلمة، وجدوا المشاركين اللي بدأوا يطبقوا خطوات فصل الإحساس عن الشخص بدأوا يحسوا براحة أكبر بنسبة 50% في أول شهر. ده دليل علمي إن الطريق ده فعال مش مجرد كلام. لو دلوقتي أنت مرتبط بعلاقة أو شخص أثر فيك، ركز على نفسك. ابدأ تعطي نفسك الاهتمام اللي كنت بتدور عليه عند حد تاني. تساءل نفسك، إيه الحاجات اللي ممكن تعملها دلوقتي علشان تحس بقيمتك بدون أي حد؟ اكتبها أو فكر فيها، ده جزء من الرحلة. لو حسيت إن الفيديو ده بيفتح لك عيونك، اضغط لايك وشارك مع حد محتاج يسمع الكلام ده. واشتراكك معانا معناه إنك مستعد تكمل رحلة النمو النفسي دي خطوة خطوة، من غير ضغط، بس بثقة. في يوم هتفتكر الشخص ده من غير ألم، مش لأنك نسيت، لكن لأنك بقيت كامل لوحدك. وأي علاقة جاية في حياتك هتكون اختيار مش احتياج. انت مش محتاج حد يكملك، انت محتاج حد يشاركك اكتمالك. واللي مش قادر يشوف قيمتك مش خسارة انه يمشي. الخسارة الحقيقية انك تفضل ماسك في حد على حساب نفسك. لو لسه متعلق، اتعامل مع نفسك برفق. ولو بدأت تفك التعلق، افتخر، لانك مش بتخسر شخص، انت بتكسب نفسك.